السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك بقى وشير لي فيديو النهاردة، وتعالوا نعمل احلى صاج رقاق ممكن تعملوه في الدنيا كلها. مش كلام ولا حاجة، تعالوا نعمل صاج رقاق هتعمليه بالطريقة دي. وهقول لك الفيديو ازاي ان هو ما يلزقش منك ويطلع منك. بصوا اكنك عاملة فطير، مش رقاق، ده فطير بجد تحفة ومعمول بطريقة حلوة قوي. ان شاء الله هينجح منك من اول مره. لو انت لسه اول مره تعملي الرقاق، اوعدك ان انت هتعمليه بمنتهى السهوله وهينجح معاكي. وكمان الصاج ده يكفي عزومه كبيره، بدل ما تقعدي تعملي صينيه صينيه. لا تعالوا بينا نعمل الصاج ده مره واحده كده. وحلو قوي في الاعياد، يعني انت في عيد هيبقى مناسب جدا. بدل ما تعملي كل يوم صينيه، لا اعملي كده مره واحده. وعلى فكره ممكن لو فاض منك حاجه بتشيليها في الفريزر وتسخنيها عادي خالص. لايك بقى وشير لي الفيديو، وتعالوا نبدا الوصفه على طول. عندي هنا بقى حبه بصل حلوين، يعني بصي كتري في البصل بيسكر الرقاق وبيخلي طعمه جميل مع اللحمه. انا كمان ساعات بحط جزر بس انا ما حطيتش المره دي. حطي بقى حبه بصل حلوين كده، يعني على الكيلو ده انا حطيت بتاع نص كيلو بصل. وشوحتهم الاول، بعدين نزلت باللحمه، وبعدين نزلت بالتوابل بقى اللي هو ملح وفلفل وبهارات لحمه وشويه بابريكا وحبه شطه. انا بحب احط حبه شطه واي بهارات لحمه انت بتحبيها حطيها. كمان بقى حطيت حبه طماطم كده بتاع نص كوبايه، يعني الطماطم حلوه بتخلي اللحمه تحمر كده معانا، وكمان بتديها طعم حلو قوي. التركية بقى اللي هتخلي الرقاق ما يلزقش منك، دي نصيحة جربيها كده وان شاء الله هتلاقيها حلوة معاكي جدا. هاتي السمنة من التلاجة، يعني سمنة مجمدة، ما تجيبيش السمنة السايحة وتحطيها بعدين تنزلي الرقاق، بيلزق منك. لكن لما بتعملي الطريقة دي مش هتلزق منك خالص. يعني ان انت تجيبي السمنه من التلاجة مجمده، بصوا زي ما انتوا شايفينها عامله علامه ازاي، اكنك رشه دقيق. لا هو ده كده السمنه بتبقى مجمده، وبنجيبها وبندهن بيها الصاج كويس قوي. اضمني بقى ان شاء الله ان هو مش هيعمل معاكي خالص ان هو يلزق. يعني احسن ما بتحطي السمنه سايحه. انا هنا بقى جبت كوبايه لبن كبيره، ودي الشوربه دي انا عاملاها برده بطريقه حلوه، ان شاء الله هبقى انزل لكم الفيديو. هاخد بقى شويه شوربه كده، وطبعا بصفيها من الحاجات اللي فيها. انا بوريكم ان هي بصوا جميله ازاي. وعلى فكره السمنه عندي هنا كانت سمينه قوي، فانا ما حطيتش سمنه كتير، يعني يا دوبك حطيت كده معلقتين سمنه مش اكتر. ولا بقى بيكنج باودر ولا الكلام اللي بسمعه ده. في ناس تقول لك بنحط مع الميه بيكنج باودر ومش عارفه ايه. لا ما لا تحطي بيكنج باودر ولا الكلام ده خالص. هي اللبن والشوربه لو مش دسمه احط شويه سمنه حلوين. انا هنا حطيت معلقتين لان الشوربه دسمه خالص. هنيجي بقى هنا ننزل الشوربه، قصدي الرقاق في الشوربه واللبن، ونطري بقى الرقاق بتاعنا كده. انا هنا بصوا لسه كمان هيطرى شويه كمان، هو كده مش طري قوي بس لسه هيطرى لما يقعد شويه. بصوا بقى انا بحط يعني بصوا هخلي الرقاق طالع من الجناب، انتوا هتشوفوا كده بالمنظر. يعني مش بحط كده في النص وبعدين هظبطها دلوقتي. هخلي اتنين قصاد بعض، كل اتنين قصاد بعض كده، بحيث ان هو يبقى طالع من هنا وطالع من هنا. ده هيدينا بقى ايه في الاخر. بص انا هنا بقى بظبط بقى، بص اخلي الرقاقه دي جايه كده ودي جايه قصادها كده، بس دي طالعه من هنا ودي طالعه من هنا. ومن النص هحط برضو رقاقه واحده كده وخلاص. بص انا كده بقى بظبطها. دي بصي اتنين قصاد بعض، وهنا في الاخر اتنين قصاد بعض، وفي النص اتنين قصاد بعض. وطبعا نصهم بيبقى في قلب الصاج، يعني يعتبر دي اول طبقه. بس اول طبقه انا مخرجه منها الرقاق من بره. انتوا شايفين طبعا بنفس المنظر اللي انتوا شايفينه ده. وهحط بقى الطبقه دي كده من النص، يبقى انا كده حطيت الطبقه الاولانيه وادي الطبقه التانيه. وهنزل بقى عليها بص شويه بقى الشوربه كده عشان تطريها حلو. وهجيب بقى اللحمه بتاعتي وهنزل بيها. ممكن بقى تحطي طبقات اكتر من كده، بس هي الطبقه دي كمان عقبال ما هتنيها واحط من فوق هتبقى الطبقه حلوه قوي. يعني بصوا كانت مناسبه جدا، اكنك عامله فطير. طبعا خدتوا بالكم من الفكره ازاي. انا حطيت كل رقعتين قصاد بعض، بس بنزلهم من هنا ومن هنا ومن قدام برضو. يعني اهم حاجه الرقعه الاولانيه دي بتبقى نازله من كل النواحي، من كل الجهات. الرقعه التانيه بقى الصف التاني بحط من النص بس. بسيبش اللي هي اول مره بس اللي هي نازله من الحروف كده، علشان نقفل على الرقاق بتاعنا، فيبقى عامل زي اكنك عامله فطيره. بصي بقى هنا انا ايه بحط في النص بس، يعني دي التاني اللي من فوق بقى ما احطهمش الا ايه من النص بس. وبحط بقى من الحروف كده اللي ما فيهاش. ما يهمكيش خالص ان انا بكسرها كده، ولا هتبان اي حاجه خالص، وهتطلع عامله زي الفطيره بالظبط. بصوا بقى هنا اهو، بصوا بقى بقفل بقى الحتتين اللي انا طلعتهم من بره، هم اللي انا بقفل عليهم الرقاق. بصوا بقفل على الرقاق كده علشان خاطر يديني شكل حلو، وتبقى متساويه كده وعامله اكنك عامله فطيره بالظبط. بصوا انا هنا بصوا لميتها بقى كلها، وبضغط بقى عليها كده بتتساوى وهتطلع معاكي بصي في منتهى الجمال. دي بقى في العزايم تحفه جدا، لو انت عامله في عزومه كده حاجه كده تشرفك. وهاجي بقى من على الوش كده هحط رقتين بس، يعني بالطول ستوك كده، هما ستوك بياخد رقتين كده بالطول.
عندي بقى هنا التشريبه اللي انا كنت عاملاها، اللي انا كنت بسقي بيها الرقاق، هاخد بقى كده منها شويه وهرشهم على الصاج كده من من الحروف ومن النص كده، يعني اخلي الصاج كده شبعان، يعني حلو كده طري كده وحلو. وطبعا كده كده هيخش الفرن فهيتظبط وهيبقى جميل. انا هنا بقى جبت ايه اخر حاجه خلصت، انا كده خلصت، جبت بقى ربع كوبايه لبن كده وحطيت عليها معلقتين سمنه وهدهن الوش. عندك بقى قشطه اعملي الحركه دي بس بقشطه. انا هنا ما كانش عندي قشطه عملتها باللبن، وعايزه اقول لك دي احلى حاجه تدهني بيها وش الرقاق، والله بيطلع في منتهى الجمال. تعالوا بقى ندخله الفرن ونشوفه بقى هو خارج من الفرن عامل ازاي. بصوا بقى المنظر، الرقاق اللبن اللي احنا حطيناه عليه المعلقتين السمنه خلوا الرقاق في منتهى الجمال، يعني شكله بص تحفه جدا، يعني اكنك حاطه قشطه. بجد ريحته وطعمه في منتهى الجمال، ولا حطينا بقى بيكنج باودر ولا حطينا اي حاجه، والرقاق طالع اكنك عامله فطير. انا هنا بقى بصوا بهزلكوا كده بوريكم ان هو مش لازق، يعني بصوا والله ما لازق خالص وبيتهز، يعني بيروح كده بيجي كده. وهقلبه دلوقتي معاك وهتشوفوا المنظر عامل ازاي. بصوا ولا لازقه ولا اي حاجه، كل ده عشان الحركه اللي احنا عملناها. حطينا السمنه متلجه كده وقعدنا ندعكها كده في الصاج فعملت طبقه. بصوا بقى انا بوريكم هنا، بصوا ما فيش اي حاجه لازقه خالص، وكمان متقفل على الرقاق من بره كده عامل زي ما تكوني عامله فطيره. تيجي بقى تشرفك كده قدام ضيوفك وانت بتقطعيها كده، حاجه يعني تحفه بجد وجميله، والصاج كمان كبير كده ما شاء الله. عايزه اقول لكم اتنسف ما قعدش، هما دلوقتي اللي واقفين قدامي كلهم عايزين ياكلوا ومش عارف ايه، بس انا عماله اقول لهم اما اصور واخلص التصوير. انا هنا بوريكم من كل ناحيه ان هو مش لازق خالص وبهزه لكم. بصوا بيروح وبيجي معايا. كمان بقى هنجيب بقى الوقت صينيه عشان اقلبه ونشوفه مع بعض كده الوش التاني عامل ازاي، يعني عايزين نشوف الوش بس اللي حلو ولا هو من تحت ومن فوق حلو. هنا طبعا كان كبير فمش هيجي في صينيه واحده، حطيت صينيتين قصاد بعض. وهبتدي ان انا دلوقتي ايه اروح قلبها. تعالوا بقى نشوفه بعد ما يتقلب كده عامل ازاي من ورا. بصوا بقى انا هشيل كده ستوك وتعالوا نشوف. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جميل تحفه. بصوا الوش الظهر كمان بتاعه احلى كمان من الوش. عايزه اقول لكم من بره كده مقرمش ومن جوه طري، حاجه كده اللهم بارك، حاجه في منتهى الجمال بجد والله فظيع. انا مش عايزه اقول لكم واحلف لكم قد ايه هو جميل وطعمه في منتهى الجمال. وانتي بقى طبعا ظبطي بقى الشوربه، حطي فيها مرقه الماجي، انا نسيت اقول لكم ان انا كنت حاطه مرقه ماجي، بتدي طعم برضو الشوربه مع انها شوربه لحمه، بس انا حطيت برضو بتدي برضو طعم للرقاق حلو قوي. بصوا بقى رجعناها تاني، بصوا الوش والظهر في منتهى الجمال، يعني مش مثلا وش بس ولا لازق بقى ومتبهدل، لا يعني بصي اعمليه وحطيه قدام ضيوفك كده حاجه تشرفك بجد وقدام عيلتك، بصوا ولا احلى ولا اجمل من كده. يا سيدي يا سيدي بجد تحفة. أنا يعني بصوا عايزة أقولكم تجربوه وتقولي لي رأيكم إيه، بجد جربوه كده وإن شاء الله هيعجبكم. بصوا في منتهى الجمال والريحة والطعم في منتهى الجمال. وأحلى حاجة بقى فيه إنه ولا بيلزق. بصوا أنا بوريكم هنا بقى، بصوا عامل إزاي، واو بجد جميل تحفة. أنا بقى حطيته في الصينية كلها، وأتمنى إن هو يعجبكم وتجربوا الوصفة وتقولي رأيكم في الكومنتات. وكل سنة وأنتم طيبين، وأشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.